اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عودا حميدا ان شاء الله. ازيكم؟ وحشتوني، عاملين ايه؟ يلا النهارده ان شاء الله رب العالمين كده مش عايزين نضيع وقت، عايزين نعمل ايه؟ مربى فراوله. طبعا الايام دي موسم الفراوله وكده، فهنجيب عندنا هنا الفراوله نقيها الحمرا زي كده، والبلدي هي الرفيعه زي كده بلدي، مش تجيبها الكبيره. دي حجمها كبير قوي ضخمه، دي بيبقى مش بلدي، انما دي بلدي. ودي بقول لك اللون ده ما تجيبهوش، لان دي لما تسويها بيبقى لونها اصفر في الفراوله في المربى يعني، وحتى في العصير ما تنفعش برضه. ايوه جيبي الحمراء اللي الناحيه دي اللي عماله اقول لك عليها، شيلنا البيضه بقى. تعالي بقى هنا، اول حاجه هناخد الفراوله، انا لسه لغايه دلوقتي ما غسلتهاش، انا بوريها لك الاول. اخدها اغسلها كويس، انا بوريك عينات طبعا مش دي اللي انا هعملها، بس ايه بوريك العينه من اللي بعملها. نروح جايبين الفراوله خدينها ايه، نغسلها، نقطع الاخضر اللي فيها ده الاول، وبعد كده ايه ناخدها ايه نغسلها. نضفناها كويس من التراب اللي فيها، جبناها بقى وغسلناها كويس. نروح جايين بقى ايه على الحته ايه اللي في الفراولايه دي، ايوه شايلينها الحته دي، شايلينها ما تاخديش كتير فيها طبعا عشان ايه ما تهدريش. خدنا ايه الحته دي، ونروح بقى يا ستي جايين هنا ايه مقطعينها 4 كده بالشكل ده، صغير بالشكل ده 4 عشان يبقى ايه قطعه صغيره حلوه فيها كده، مش كبيره قوي. هي على قد ما بتستوي بتقل يعني، بتكش شويه. ولو هنا بقى لو فراولايه صغيره بقى نعملها ايه بقى، اقطعها نصين زي كده ماشي، وقطعي زي ما انت عايزه تقطعي حسب ما انت عايزه. في ناس بتحب يبقى ايه، دي نسيت الحته دي فشلتها بقول لك شيلها. في ناس بتحب يبقى قطع كبيره، وفي ناس بتحب بيبقى صوص خالص مش فيها قطع، حسب ما انت عايزه قطعي زي ما انت عايزه، بس انا ايه بعرفك وانت ايه تعملي اللي انت عايزاه ماشي. بعد كده يا ستي بروح جايبين هنا، بدي اوريكي هنا ايه سكر نوعين، في سكر بني وفي سكر ابيض. السكر البني دي لو حطيتيه هيسودها، يخليها كده بيبقى لونها غامق كده ومش محبوبه. انما انا بحط ايه سكر ابيض معايا. يعني تحطيش السكر البني ده فيها خالص، اللي هو سكر القصب، حطي سكر البنجر اللي هو الابيض فيها. هنا بصي حطيناها بقى ايه في حله، وبعد كده هحط ايه السكر عليها. هنا انا بحط كل 5 كيلو 5 كيلو فراوله 2 كيلو سكر ماشي. لان كان زمان يقولنا بقى ايه خدعوك فقالوا كيلو الفراوله عليه كيلو سكر، فتطلعيها بقى ايه مشبك مش فراوله. بصي يا ستي هنا ايه طبعا في حاجه نزلت من السكر صفرة طبعا من كيس فشلناها، سكر خشن كده لونه اصفر فيها رحت شلناها. بعد كده بسيبها، سبتها حطينا السكر عليها وركنتها ماشي. سيبيها ساعه ساعتين حسب ايه لغايه ما تنزل الميه اللي جواها، طبعا من غير نار. بسيبها كده سايباها على جنب كده لغايه ايه ما بتنزل الميه اللي فيها. اول ما تنزل الميه اللي فيها برفعها على النار ماشي. هنا انا رفعتها على النار، حطيتها على النار. بصي يا ستي بقى ابتدي ايه تطلع ايه الرغوه دي، الرغوه دي ريم معايا، او الريم هو الرغوه يعني عامه. بصي بشيل هنا ايه، كل ما بطلع بفضل وراها بقى، كل ما ابتدت تغلي اهو معايا كل ما هتطلع رغوه معاكي اكتر. ايوه هو ده الريم، كل شويه ايه اشيل الريم، ايوه بصطاده كده من على وش الحله واروح ايه شايلاه. افضل معاها لغايه ما تبطل ريم خالص، لان طول ما في ريم يعني كده ان هي مش استوت. بفضل مخليش ريم خالص، لان الريم ده هو اللي ممكن يبوظها معايا. وانا لما اجي اطبخيها خدي بقى الحته دي بقى، لما تيجي تطبخي فراوله او تسبكي طماطم او تعملي اي حاجه كميه كبيره او هتاخد نار كتير، بحطها في حله المونيا، ما تحطهاش في حله ايه ستانلس، لان الستانلس بتحرقها. هنا بعد ما خلصت الريم خالص تمام، ما عادش في ريم خالص، رحت نازله هنا ايه بنص ليمونه، نص ليمونه كبيره. انما لو ليمونه صغيره بحط ليمونه كامله، الليمونه كبيره بحط نصها. بعد كده اهي سبتها بقى ايه خلصناها، سبتها بقى تبرد يا دوب الليمونه، بسيبها ايه ثانيتين بس، واروح ايه مقلباها وسايباها. سبتها هنا ايه بردت، ده ايه سبتها تاني يوم بردت كده خالص، ابتدت تبرد خالص كده. بروح يا ستي ايه بقى ايه شايلاها ايه معبيها في اكياس. انا بعبيها في اكياس، عايزه تحطها في برطمانات كان بها، مش كان عايزه ايه تحطها في اكياس. انا بحطها في اكياس، تحطيه في الكيس كده وتبطبطيه تطلعي الهواء منه خالص وتربطيه ماشي. بتوفر معاكي وجميله جدا، يا تحطيها على قشطه ماشي، تحطها في كيكات ماشي، تحطيها في بيتيفور ماشي، جميله وموفره. يعني انا طلعت من 5 كيلو حوالي 13 14 كيس. انا بجيب الكيس اللي هي نص كيلو ده عشان اخزن فيها. عايزه تحطيها في الفريزر ماشي، عايزه احطها انا بحطها في التلاجة بتقعد معايا من السنه للسنه ماشي. تحطيها ايه على رف التلاجة كده في كيسه تفضل معاكي من السنه للسنه. بصراحه موفره وجميله. ولو عجبتكم مش تنسوني بقى ايه بلايك وشير. مع السلامه.